نحن ما فينا نتعدى عن النساء اللي بتشتغلها، بس انا رح ساويها بطريقه ان شاء الله تعجبكم. هلا اليوم وصفتنا هي الحراب اصبعه. هي شغلتها كلها بالتزويق. حراب الاصبعه هي اكله تراثيه دمشقيه قديمه، بذكرنا بحارات الشام. فاليوم رح نساوي لكم اياها ونطبق لكم اياها مثل ما انا بساويها. هلا اذا حبينا كمان نحط شويه دبس رمان. بداية بحب أتشكر الناس يلي عم تجرب وصفاتي، وبالأخص وصفة الكبة. وصلني صور ورسائل عن الناس اللي جربت وصفة الكبة وطلعت معها النتيجة خرافية، وبحب أرجع وأكد على الوصفة اللي أنا عم بعطيكم إياها إنه تلتزموا فيها بحذافيرها لحتى تاخذوا نتيجة صح. عندي هالمكونات طبعا: بصل، كزبرة، العدس هو الأساسي، عندي التمر الهندي، عندي الدبس رمان، وعندي الثوم، عندي زيت البلدي، وعندي الحمض. طبعا عندي طحين، أنا بدي أعجنها كمان بطحين، وعندي التوابل هي عبارة عن بس كمون وملح. خليكم معنا لحتى نجهزها. بداية بدي أغسل العدس. هلا عبيناها مي نحن. طبعا انا استعملت نص كيلو عدس. نص كيلو عدس طبعا بده 3 اضعاف مي مشان نحطهم، يعني النص كيلو تقريبا بدهم كيلو ونص مي لحتى انا غمر العدس لفوق العدس انا بشوي. يعني اذا ملاحظين بحط لهم معلقتين ملح مشان تسريع استواء العدس. في ناس بتحط الملح لاخر شيء، لا انا مشان تسريع استواء العدس لازم احطه انا اول شيء. هلا انا بدي اعجن العجينه، بس قبل ما اعجن العجينه في عندي قالب التمر هندي بدي انقع نصه تقريبا. هالكمية هي بتكفي. هلا بنقعد شغلة 10 دقايق بعدين بشعل عليهم النار. هلا هون بدي اعجن العجينة. تقريبا رح استعمل 3 كاسات من الطحين، هدول كافيين. معلقتين صغار ملح، معلش. هلا بس مي. هلا انا رح احط كاسة ونص مي. رح اعجنه هيك بس يلموا معي، نزلهم على الدفة. 3 كاسات طحين استعملت لهم كاسة ونص مي. بنشوف اذا بدهم شوي بنحط لهم نقرة مي صغيرة، يعني عبيت كاستين هدول زاد منهم. هلا لميت معي، رح اعجنها هلا هون. عم نعمها هلا هيك تمام. هلا نعمت هلا هيك، اتركها ترتاح شوي. هلا هون ريحتها شغلة 5 دقايق العجينة هاي. باخذ انا نصها تقريبا وبحطها مع رشة طحين على صحن وبغطيها لوقت ما بدي اشتغل فيها. هلا هون هي العجينة رح ساويها على شكل التالي، مثل عجينة البرك. بقطعها قطع صغيرة هيك. باخذ شوية طحين هي مشان انا العجينة هي اقليها وحطها على وش الحراب اصبعه. بقى في ناس بتستعمل خبز مقلي، انا ما رح استعمل خبز مقلي، رح استعمل العجينة المقرمشة. تجي عجينة مقرمشة هي. فهيك نحن بنساويها. في ناس اللي ما بتعرف تساويها تلاقيها لبكي عليها، وهي بتستعمل الخبز المقلي. بتقطع الخبز العادي وبتقليه. هلا هون عم تغلي عندي، بحركها هيك تحريكة خفيفة مشان ما تلزق العدس بالطنجرة. خليها عم تغلي، ما بغطيها ولا شيء. هلا هون بجيب شوبك بساويها مثل عجينة البرك تقريبا. هدول مثل ما حكينا بدي اقليهم انا هدول. هلا بجيب لي شوية سمنة او زبدة اللي بدكم اياه، ندهن نفس طريقة البرك اللي اذا في الفيديوهات القديمة انا بساوي طريقة البرك تقريبا نفسها. بس انا هون حطيت لها بس ملح، ما حطيت اضافات تانية. هيك كل عجينة بنحط لها شوية سمنة. تشتغل سمنة تشتغل زبدة يلي بدكم اياه، المتوفر عندكم تحطوه. هلا بتطلع هي عجينة هشة كتير على وش الحراب اصبعه، طيبة كتير بتطلع كمان غير الخبز. بس طبعا مثل ما حكينا يلي ما بيقدر يساويها هي العجينة بيستعين الخبز المقطع المقلي. هلا هيك بنصرهم. بدي احط بالبراد، هاي بنحطها بالبراد تقريبا
بتاكل لها شي 3/4 ساعة للساعة تقريبا. نلفها هيك الا على البراد شغلة نص ساعة 3/4 ساعة. هلا هون مثل ما ملاحظين نشفت المي واستوى العدس. هلا بطفي عليه بنقله. هلا بدي ساوي التمر الهندي. طبعا نقعته انا شوي بعدين غليته، رح اغليه كمان، ارجع اغليه شوي. هلا ملاحظين انه شلون حل التمر الهندي. خليه يغلي شوي تقريبا شي 10 دقائق ربع ساعة. هلا بدي اقلي الكزبرة والثوم بالزيت البلدي. بنحط زيت بلدي. هلا بنجيب الثوم نقليه شوي. الثوم حطيت راس ثوم كامل. هاي الأكلة ما هي طيبة غير الثوم. هلا هي الأكلة سبحان الله كانوا يقعدوا 7 8 نسوان يشتغلوا، شي عم يقشر الثوم، شي عم يقلي البصل، شي عم يقلي الخبز، شي يعني. نحن هلا هون عم نشتغل على رواق، يعني اللي بده رواق هيك حط له شريط مكلتوم ويقعد هيك يشتغل على مهله. هلا بس مجرد ما تقلوا شوي بنزل بالكزبرة. ما بدي اياهم كثير محمصين مشان يظهر الثوم عندي طعمته طيبة. جيب الكزبرة وبنزلها. كمان ما بدي اقلي كثير انا بالكزبرة، شيء انه بس تاخذ اللون الاخضر بطفي عليها. هلا خلاص ما بدي. هلا بطفي عليها خالص. هلا هيك. هلا هاي بقلب الحراق اصبعه وللتزويق كمان. هلا في ناس بتحطها كزبره خضراء على وشها، انا بحب احطها الكزبره مع الثوم ومع الزيت البلدي، بتعطي طعم كتير طيبه. بنشوف هون شو صار. هلا مجرد ما حلحلوا هدول هيك بضيفهم شويه مي بارده ومعكهم شوي. بدي صفيهم فوق العدس. هلا بحط نصفايه. بصفي التمر الهندي. طبعا انا استعملت نص قالب تمر هندي. هلا بصفي الكبجاي هدول بنزلهم بعصرهم هيك حتى ما يبقى سوائل بنوب. اصل الاكله هي بدنا نحط لها تمر هندي. في ناس بتحط لها دبس رمان على الحل، لا بنحط لها دبس رمان وتمر هندي عشان يعطي يعني ناخذ الحموضه من تمر هندي وناخذها من دبس رمان. وكمان بالاضافه للليمون، يعني 3 نكهات حمض بدنا ناخذ الخلاص تبعها. هلا هدول خلصنا منهم بنكبهم، بنحركهم تحريكه. هلا بدنا نشعل عليهم، النار. هلا بهالاثناء بدي ساوي العجينه اللي بدي احطها بحراب اصبع. العجينه طبعا عجناها نحن. نفتحها بالشوبك هيك. اذا لزقت معنا بنجيب لنا شويه طحين بنحطهم على العجينه. انا بدي طحين منيح يعني، لانه هو بيمسكها حراب اصبعه، هي طحين بجمدها يعني. فهلا هون موضوع طحين كتير مهم. هلا هيك بكفيها. شوية طحين كمان بلغها كلها طحين. هلا بنجيب مدرج مثل هذا ساده مو المخرم مشان تقطع معي العجينه. بحط اصبعتي انا هيك وبقطع بشكل مستقيم. هلا طول عرض. في ناس طبعا تستعمل معكرونه المربعه مثل هي. المعكرونه بتنحط مثل ما هي، طبعا ما بدها سلق، بتنسلق مع العدس. يعني الطريقه هي نحن هلا بدنا نسلق شوي العجين لحتى يستوي بقلب العدس. هلا فيكم تجيبوا مثلا مسطره تقطعوا عليها، اذا يعني انه عم تلبكوا فيها مثلا هيك فيكم تجيبوا مسطره. هلا هي خالصه. انا شو بساوي هلا؟ بجمعهم هيك مع الطحينات، فرفدهم هيك بهالطريقه هي. هلا هون عندي عم تغلي. قبل ما انزل العجين بدي احط شويه زيت بلدي، تقريبا شي 100 جرام يعني. حطيناه هون.
هلا على نار قوية ما بيأثر. هي عم تغلي باخد كمية العجين فرفدهم هيك وبحرك. باخد كمية تانية هيك وبحرك، ما بحطهم كلهم حطة واحدة مشان ما يجبل معي العجين. بنحرك او نجمعهم كلهم بصحن وننزل شوي شوي ونحرك. هلا لاحظوا شلون جمدت. هلا هيك جمدت عندي. طبعا اذا لقيناها جامده كتير ممكن نحط لها شويه مي، ما بيأثر. انتوا حسب الكثافه اللي بدكم اياها، بس انتوا لاحظوا شغله انه مثلا انا عم بطبخها لقيتها تمام، بعد ما سكبتها جمدت، بقى المفروض يكون يعني شوي ما تكون جامده كتير. هلا هون نعطيها غلوه حتى تستوي العجينه. بهالاثناء هي نزلت معلقتين كزبره والثوم بقلبها ونحرك. هلا بدنا ندوق الطعمه، اذا بدها شيء بدها كذا، يعني انه بدي دوق الملح. بدها شوية ملح. حط لها معلقة الصغيرة هاي ملح. طبعا في ناس بتستعمل كمون، يعني انا رح استعمل كمان كمون، بس نص معلقة صغيرة كمان بيعطيها طعم طيب كتير هذا الكمون. التمر الهندي اللي حطيته ما بيعطي حموضة كاملة، بقى بدي اضيف شوية دبس رمان شي 100 جرام تقريبا. بحرك وبدي دوق. بالفنادق كان عندنا معالق بس لدواقة، بندوق ومنكب. هلا هون بدنا نغسل. بدها نقرة حمض مثل ما حكينا. في ناس تحط لها حمض الليمون، انا ما بحب احط لها حمض الليمون. الليمون هدول. هلا اخذنا 3 طعمات بهالاكله. طعمة الحمض اللي اخذناها من دبس الرمان والتمر الهندي والليمون خالصين. هلا هيك بعد ما خلصت، هلا نحن قلبتين هيك مثل ما شايفين غليت. قيمها وبتركها. هلا حطينا الزيت مشان نقلي فيه البصل والعجين المحمص مثل ما حكينا. العجين اللي سويته حطيته بالبراد. هلا رح طالعها بدي اقطعها مثل ما انا قطعت العجينه نفس الترتيب. هون سلق بس هون قلي. هلا هون بدي اقلي البصل. طبعا حمي الزيت هلا عندي انا هون الزيت. ما بحط الكمية كلها، نص الكمية. هلا بدي مد العجينة مثل الأولانية، بس هي مثل ما حكينا قلي. هي بعد ما استنينا عليها ترتاح بالبراد بردت. هلا فينا نفتحها. طبعا نحن حاطين هون البصل، ما ننسى نحن عم نشتغل بنحرك شوي. هلا طريقة العجينة نفس طريقة العجينة الأولانية اللي أنا سويتها للسلق، بس هي للقلي مثل ما حكينا. كمان برجع بضربها طول عرض، يعني هيك. يعني ما بدي اياها كبيرة مثل هذيك، بدي اياها اصغر شوي بحيث لما اقليها بدها تنفش معي ما تكبر. هلا هيك بعد ما قلينا اول وجبة، هي الوجبة الثانية طلعت مثل ما حكينا مثل جناح الدبور، يعني لون ذهبي بدي اياه. هيك بنقيمهم هدول كلهم. هلا طبعا العجينة هلا بعد البصل مباشرة. هلا هون بس انشالوا كلهم هيك. طبعا الزيت حامي لسه. بننزل العجين كمان مثل ما حكينا على مراحل، ما بدي كتير. بنقلب هيك. شوف شلون بنتفخ. هلا هدول نفردهم دغري على صينية. نفردهم هيك صينية فيها محارم تنشيف.
عشان ما يجبر على بعضه ويطرى. هلا هون ضل هيك تقليبة خفيفة، طبعا على زيت حامي انا بدي اياه. هلا هيك استوت العجينة كلها، بنشيل هون، نطفي الغاز. طفينا الغاز، هلا شلناهم هدول كلهم هيك، هدول طلعوا محمصين كريسبي يعني. هلا بعد ما شلناهم هيك خلصنا منهم هيك، بنجيب شوية زيت البلدي، حط هيك نسر عليهم شوي مشان تاخذ طعم الزيت البلدي، لانه هي الشغلة كلها بالزيت البلدي طبعا. قلبهم تقليبة هيك، تعشقوا كله الزيت البلدي فيها. هلا حطهم هيك هدول، شوفوا المنظر ما احلاه. هي للتزويق. هلا بدنا نسكب. طبعا الحراب اصبعه بردت عندي انا هون، مو بردت كتير يعني، صارت فتور يعني درجة حرارة تقريبا 50. هلا بدنا نجيب نسكبها بالفخار، ورح فرجيكم كمان نوعية السكب الثاني. هلا طريقة التقديم، طبعا نحن رح نقدم بالفخار. شو ما عندكم، مثلا عندكم بايركس ممكن يتقدم بايركس، ممكن يتقدم اي شيء، فنحن رح نقدم بالفخار، ورح نقدم شيء ثاني كمان. بنعبيها ونتركها شغلة 10 دقائق قبل ما نحط عليها التزويق تبعه. طبعا هاي الكمية اشتغلناها تقريبا ل10 اشخاص يعني كفي. هلا هيك الموضوع الثاني، زبادي مثلا عندكم زبادي صغيرة، ممكن نحن نقدم زبدية مثل ما هي للشخص، انه هيك بهالطريقة. هي ممكن نساوي بوفيه كمان، نحط على البوفيه تبعنا يعني مثل ما حكينا. الكمية النص كيلو العدس ما شاء الله يعني انه بيعطي 10 اشخاص تقريبا. وهلا بعد ما استنينا عليهم شغلة 10 دقائق رح نزوقهم. ناخذ البصل المحمص بالشكل هذا، وناخذ العجين المقلي هيك، هي شغلتها كلها بالتزويق. الكزبرة والثوم على وشهم هيك. هلا اذا حبينا نحط لها شوية زيت بلدي. هلا اذا حبينا كمان نحط شوية دبس رمان بهالشكل هذا هيك، وشوية زيت بلدي. هلا نحن على اساس نحط رمان، بس والله ما لقينا رمان ظريف يعني، الرمان بيسود الوش، ما حبينا نحطه. هي اللي عنده رمان ممكن يحط رمان كمان. هلا هيك سنسولة زيت بلدي بيعطي لمعة كمان كتير حلوة، وطعم الزيت البلدي بيظهر بالنتيجة كمان طيب كتير. وهيك مثل ما شفتوا معي من اول الفيديو لاخره شلون نحن بلشنا فيها وشلون خلصناها. الحراب اصبعه اكلة دمشقية عريقة، بتمنى تنال اعجابكم وتدوقوها لاصحابكم اللي ما بيعرفوها. ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناة. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات. كان معكم الشيف احمد، مايسترو شيف.